عم جود انت عايز ايش بالظبط على الصبح يعني؟ مالك يا ابني في ايه؟ انت كده عايزنا نخسر بعضينا يا عم جود. علاش بس؟ ولا عيش ولا ملح نافع معاك يا اخي. ايه اللي حاصل؟ يعني انت ينفع تدق الحماره في غيطك وتسيبها في غيطنا احنا؟ يا طب ابني انت حارث ارضك عشان تتشمس وتزرع جامد. احنا هنزرع ايه؟ الواد التاني دلوقتي الوتد مالي ومال الوتد ده انا عايز الحماره اعرف بتاكل في دلوقتي بقى الواد الجراد. التاني. يا عم جود مش هينفع تيكت عليك الناب. الواد فقير، روح هات اي حد ها يحكم بما يرضي الله ورسوله. اقول الواد التاني فقير. طب وده كله حبل يعني عام عشان توكل الحماره في غيطنا احنا؟ يا ابني هو احنا الحماره ناسها فيها في البلد يعني؟ الحماره دي براحتها حاجه انت براحتها مش سافين يا عم خالص. جود؟ الحماره بس براحتها يا محمد، خليها جايه مشيت كده، قول لها ما تمشي، ده حماره يا محمد. خليها مشيت كده، قول لها ما تمشي. يبقى انا اسيب هي بهايم مشيت تزرع كده، الناس ده بقى. براحتها بقى، المشي ده براحتها هي. يا عم جودة مش هينفع كده. يا ابني روح هات اي حد يا ابني، الحديد الخشبه اهي في قلب غيط. في قلب غيطك وحمارة في قلب غيط نعم. طب انا مالي بقى بالحماره، براحتها الحماره، هو انا امسك الحماره ولا امسك الوتاه؟ لا اله الا الله، ابويا هيجي يخرب معاك الدنيا يا عم جودة دلوقتي. علاه اهو جه ابوي. السلام عليكم. شوف يا عم جود. قال لي عنه ده يا عم جود. قال لي انا عامل يا ولاد فيها. يعني ده احنا بقينا في زمن العجائب يا ولاد. ايه اللي حاصل؟ بقى يعني هو يا عم جود اللي عنده حمار يعمل لها حبل 200 متر ويدق الوتد كده. طب احنا الحد بيننا وبينك اهو. انت أيوة. راجل حرقت ارض واحنا شويه الجراوه دول على قد البقرتين بنقشقش حواليهم شويه جراوه شويه ربيع ومخليين. انت بقى مخليها كمان مش مكفياك الجراو، عامل حبل 200 متر يا عم جود وتنزل الجامع تخلص هنا وترجع على بقياتي هنا. يعني انت دلوقتي حرقت الارضيات وعملت لنا زي العمل ما الراجل. هو انت اللي عملت فينا كله ده. اسكت انت مش عارف مكان. انت قد ما تتكلمش ولا ايوه الناس دي لو خايفه منك مش هتعمل كده. انا اتكلم مع عمك جوده براحتي، انت ما تتكلم. النهارده الجمعه وفي ساعه وحشه، فانت بقى شوف هتعمل ايه. الساعه الوحشه دي عندك انت، احنا ما عندناش ساعات وحشه. انا وعمك جوده احنا هنعرف الغلط اللي هو بيعمله واحنا برضه هنتعامل معاه بالعقل. ما جاش العقل يبقى فيه كلام تاني. طب قول هتعمل صلي على ايه. النبي يا عم جوده. عليه الصلاه والسلام. انت جايب سلبه هي من اللي بتجر العربيات 50 متر ولا 100 متر ورابط حمارتك دقق. انت حجتك دلوقتي الحد بيننا وبينك قاعد عليها ابني حلو جو. والوتد اهو حلو جو تمام جو لحد انت كده انت بقى حلو. دلوقتي الحماره تاكل في لا ده الجنب الحماره دي بتاع والجبل. براحتها وتاكل مكان ما يعجبها، وقوم خد ابنك اللجر ده وامشي عشان املصكم زي الفراخ. طب وبعد كده يعني وبعد انت كده فتوة؟ بقى مكان ما تروح عروق سيب الحماره خليها تفطر. انت فتوة يعني. الحماره ما فطروش، انا دق الوقت في غير. الله لعنها فطرت لا هي ولا اصحابها. انت جاي ترمي عليك بلانه يعني. انا دلوقتي روح هات العمده بتاع البلد، روح هات اللي تجيبه وتيجي يقول لك ودك في غيطي. يعني هو احنا ضعاف عشان تقول لنا هات عمده البلد؟ انا بقول لك امشي انت وابنك بدل ما ملصكم زي الفراخ. خد طب ابنك اللجره ده امشي من هنا. صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. انت عارف انت عامل لك زي خصايلك زي خصايل مين؟ مين؟ زي خصايل جوح. وقال لك ارحل على جارك الساوي، يا يرحل يا تجيله مصيبه تاخد. هتجيلك مصيبه انت ان شاء الله. يا انت واد اللجره حل الحماره ومش هياخدوا الحماره منك. انا ناخد الحمار. رجاله قربوا عند الحمار. خد يا هذا الحمار. وانا اخد الحبل انت ما تخطيش خطوه ورا الواد. طب ما بدل من بنتعامل معاك بالادب انت عامل فتوه. لا ده احنا نفرم اكتر من البتاع. انت والجربان ده. ايه وملاش. طب ماشي قربوا عند الحمار واخدوها كده. خدها يا ولا. سلام يا عم جوده. طب ماشي الحماره دي بقى عايز تاخد الحماره بتاعتك. ايه هات 1000 جنيه وتعالى خد. حلوه الخماره دي. يلا يا